جوليان ألفاريز مدريدي. Here we go. بس لحظة، هاي الهير وي جو كانت من عندي، لأنه ألفاريز لعب بريال مدريد لما كان عمره 11 سنة، بس بعد 15 سنة ممكن يصير كتالوني. بس كيف؟ وهو صغير ما كمل انتقاله لريال مدريد بسبب قوانين التعاقد مع اللاعبين الصغار، وحتى بوكا جونيورز وبرشلونة جربوا يتعاقدوا معه بهذاك الوقت، بس هو بلش مسيرته بريفر بليت، من ورا حب أهله للنادي، وهنيك لقبوه بالسبايدر. ليش يا ترى؟ أكيد مو بسبب سبايدر مان مثل ما الناس عم بتفكر. وهو صغير كانوا رفقاته يقولوا عنه سبايدر لأنه بيراوغ كتير بسرعة وما حدا بيقدر يقطع منه الكرة، لأنه كانوا يقولوا عنده كذا رجل مثل العنكبوت. المهم جوليان لعب مع ريفر بليت 122 مباراة وعمل 85 مساهمة تهديفية بين صناعة وأهداف، ومن بعدها اجت نقطة التحول اللي حولته لنجم كلاس A، وهي مانشستر سيتي وبيب جوارديولا. ألفاريز اللي عمره 26 سنة لعب 103 مباريات، سجل 36 هدف وصنع 19، رغم انه ما كان اساسي بكل المباريات. وبعدها صار بطل العالم مع الارجنتين وكان تأثيره واضح، وراح على اتلتيكو مدريد وارقامه صارت احسن وصار النجم الاول لانه لعب 106 مباريات، سجل 49 هدف وصنع 17. وهون برشلونة كان شكله مستني يكبر وقرر هلا يرجع ويجرب ويدفع 100 مليون يورو ويرجع الروح الارجنتينية للفريق من بعد ليونيل ميسي. وبحسب تقارير اتلتيكو بده 150 مليون، مبلغ كبير. ومن اتلتيكو تذكرتوا شيء؟ ايه، هو سيناريو جريزمان ممكن ينعاد مرة تانية. والسؤال هلا، هل ألفاريز رح يكون جريزمان الجديد ولا ساحر أرجنتيني بالكامب نو؟